السلام عليكم، ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم الزلابية او لقمة القاضي او العوامة بطريقة حلوة جدا وسهلة، بطريقة الحلواني، وطريقة ان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة لو مشيتي معايا على المقادير بالظبط، وان شاء الله تبقى سهلة معاكي. عايزة اقول لكم طبعا انا عملتها اكتر من مرة، بس دي احسن نتيجة يعني خلتني انا اقتنع شخصيا ان هي بجد حلوة قوي، وان شاء الله هتعجبكم زي ما عجبتني كده. بصوا مدورة، مفيش ولا واحدة فيهم باظت، عشان اتعملت كويس واتعجنت كويس، وكمان مش شاربة زيت، ومقرمشة من بره وطرية من جوه. امشي معايا على الطريقة والمقادير وان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. اتمنى بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير للقناة، وشكرا ليكم يا احلى ناس في الدنيا. بداية كده هنعمل الشربات بتاعي مش هعمل كمية كبيرة لاني مش هحتاج شربات كتير. هاخد كده كوباية من السكر عليهم نص كوباية من المية، هنزل برشة اقل من ربع معلقة كده من الخل، ودي على فكرة حلوة جدا لازم تجربوها يا بنات، بتخلي شربات مش مسكر قوي، وكمان حلوة قوي قوي. هنزل كمان بمعلقة من عسل الجلوكوز، ولو مش متوفر عندك تقدري تحطي معلقة من عسل النحل، ودي خطوة مهمة جدا. هسيبه من 7 ل8 دقايق على النار. طبعا في البداية كنت معلية النار، بعد كده هديتها وما كملتش ازيد من 8 دقايق. هسيبه بقى على جنب كده يبرد، وهنشوف المقادير بتاعت العجينة اللطيفة بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا ظرف من الفانيليا، وظرف من الخميرة، وطبعا كوباية ونص من المية ورشة ملح. هنزل دلوقتي بمعلقة من السكر في البولة اللي هعجن فيها، عليهم الخميرة، وطبعا هحط ربع كوباية من المية. هقلبهم كويس كده مع بعض في البداية، بس اتأكد ان الخميرة اتقلبت كويس. هنزل بباقي كمية المية وهقلبهم مع بعض كده. دلوقتي بقى هنزل بالدقيق. طبعا الدقيق نضيف جدا، وكذا مرة اقولها في الفيديوهات بتاعتي ان برضو لازم اتأكد ان انا نخلته حتى لو الدقيق نضيف. بدخله كمية من الهواء، وكمان بتأكد ان ما يكلكعش معايا. طبعا هحط رشة من الملح كده، وهبدأ اقلبهم مع بعض كده كويس. في البداية انا حطيت كوباية من المية، وطبعا النص التاني هبدأ اضيفه تدريجيا مع التقليب. الخطوة دي مهمة جدا عشان هتعمل معايا عرق كبير جدا، وده اللي انا محتاجاه في الزلابية. بصي العجينة عاملة ازاي. هبدأ دلوقتي اضيف بقى تدريجيا، والمية تكون دافية. هضيف كده بالمعلقة او المعلقتين، وهبدأ اقلبها كده تدريجيا. اهم حاجة بس نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. انا كده اهو بقلبها، وطبعا خلي بالك المية ما تزيدش زيادة عن اللزوم، وهوريكي تعرفي ازاي العجينة بتاعتك بقت كويسة. طبعا في الفيديو فيه كذا معلومة مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها. اي غلطة واحدة بس هتفشل معاكي الزلابية، هتضطري ان انتي تعمليها من اول وجديد لو نسيتي حاجة منهم. اول حاجة في البداية الخميرة لازم تتأكدي من جودتها. تاني حاجة تتأكدي ان المية تكون دافية مش سخنة قوي، وما تحطيش اي مكونات خزعبلية كده، ولا زيت، ولا بيكنج باودر، او تضيفي اي مكونات كده ملهاش اي 30 لازمة. تمام، دي حاجات مهمة جدا. انا كده عجنتها، نزلت الجوانب كده، وهغطيها بقى تخمر براحتها. عجنتها كويس بايدي، لازم اعجنها من 10 ل 12 دقيقة كده، واتأكد ان هي بقى فيها عرق شوية. هسيبها كده من نص ساعة لساعة، بالكتير قوي، في مكان دافي. هسيبها تخمر براحتها. كده العجينة بتاعتي اختمرت كويس جدا، وتتأكدي ان هي اختمرت لما ترفعي كده. بصي الخيوط دي، انت كده عجينتك ناجحة وممتاز جدا. هبدأ بقى اقلبها كويس كده، واتأكد ان خرجت منها الخمر بتاعها، ودي خطوة مهمة برضو جدا جدا.
انا بقى دلوقتي حطيت طاسة على النار، وجبت كوباية كده فيها مية، ومعلقة، طبعا دي اللي انا هاخد منها، ولازم المية دي تكون يعني موجودة معايا في اثناء عميل الزلابية، طبعا الشربات لما برد، وطبعا مصفى عشان هخرج عليها، والزلابية بتاعتي زي ما قلتلكوا بقلبها كل دقيقة والتانية قبل ما احط في الزيت. وتاني خطوة برضو مهمة جدا ان الزيت بتاعي ما يكونش سخن قوي ولا بارد. انا هحط واحدة دلوقتي قدامكم والزيت كان لسه عايش شوية. طبعا لازم اتأكد ان الزيت بقت يعني بقى سخن شوية في المتوسط. انا هعملها بايدي النهارده علشان تشوفي العجينه عامله ازاي. بصي طالما سبتت كده من فوق اتاكدي ان العجينه بتاعتك ان شاء الله ناجحه 100%. كده الزيت كان محتاج شويه. كده تمام. هبدأ دلوقتي احط المعلقة في المية وهاخد الزلابية كده على طرف المعلقة، وطبعا تقدري تتحكمي في الحجم اللي انتي محتاجاه، سواء بقى عايزاها كبيرة او عايزاها صغيرة. انا عملتها متوسطة، بس في البداية عملت شوية صغيرين كده علشان احط فيهم احطهم في الشربات. وتأكدي ان انتي ما تحطيش زيادة عن اللزوم في الطاسة، يعني كمية مناسبة حلوة قوي، يعني ما تحطيش كتير ويتلزقوا في بعض بعد كده. بصي اللهم بارك، من اول مرة بصي مدورة ازاي. اهم حاجة برضو بالمعلقة وتبدأي من فوق كده تقلبيها من فوق لتحت علشان كلها تبقى بشكل واحد ولون واحد. طبعا احنا هنديها لون كده في البداية، لو عايزاها مقرمشة هنطلعها ونسيبها كده بره شوية في المصفى. شايفة لونها ومكورة كده وشكلها لذيذ قوي. هقرب لكم دلوقتي الطاسة او الزيت عشان تشوفي الكمية يعني او الشكل من قريب. وبكده هكون خلصت الكمية. طبعا سبتهم هديوا شوية بردوا يعني، وبعد كده نزلت بيهم في الزيت تاني، وهبدأ اقلبهم كده مع بعض لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الحلو قوي دوت. بصي لونها عامل ازاي وشكلها بجد حلو قوي. هبدأ دلوقتي اطلعها في الشربات على طول. طبعا هي مش شاربة زيت نهائي، وان شاء الله تجربيها تقولي لي رأيك في الكومنتات بإذن الله. انا كده هنزل بالكمية اللي انا محتاجاها كده في الشربات، وباقي الكمية طبعا هعملها بالشوكولاتة. تقدري تحطي عليها سكر بودر او شوكولاتة بيضة اللي انت محتاجاه او اللي انت بتحبيه. معايا كده مكعب من الشوكولاتة هبدأ اقطعه يعني وهحطه كده على حمام مائي واسيحه كويس جدا. كده بقى هبدأ احط معاكم الكمية اللي عملتها الصغيرة الحلوة الكيوت دي بالشربات.
ان شاء الله انا واثقة ان الوصفة النهاردة هتعجبكم جدا، وان شاء الله هتعملوها وهتنجح معاكم من اول مرة. بس امشوا على الخطوات مظبوط زي ما قلتلكوا، وباذن الله هتطلعوا احلى زلابية. هبدأ دلوقتي اوزع بقى جزء كده في الورق اللي هو بتاع الكب كيك دوت، او ممكن تحطيه في اطباق يعني زي ما تحبي، بس طبعا عملنا حاجة كده تفرح الاولاد. وهبدأ احط عليها شوكولاتة. تقدري بقى تحطي سكر باودر، او تقدري تحطي شوكولاتة بيضة، او شوكولاتة بني زي كده، وان شاء الله هتطلع معاكي احلى زلابية. ان شاء الله هتعجبكم الوصفة بتاعتي النهاردة. لو عجبتكم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي رأيكم. هستنى رأيكم يا احلى ناس في الدنيا. وكمان ما تنسوش تحطوا لي لايك، واتمنى تعملوا لي شير للقناة. وطبعا الناس اللي مش مشتركة عندي تقدري تشترك عندي في القناة لو عجبكم المحتوى بتاعي. وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد تاني قريب جدا يا احلى ناس في الدنيا. شكرا ليكم وسلام.